السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم تاني حلقة جديدة من توب 10 كورة. هتبقى حلقة قوية جدا 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 وحلقة مولعة نار زي ما قلت لكم في الحلقة اللي فاتت اللي هي كانت عن أقوى 10 ماتشات للنادي الأهلي. النهاردة بقى تبقى أقوى 10 ماتشات لنادي الزمالك. هنتكلم عن 10 ماتشات مولعين نار و10 ماتشات قويين جدا. بس طبعا قبل ما نروح نتكلم بقى على 10 ماتشات ما تنساش طبعا تعمل لي لايك وشير وسبسكرايب وتكتب لي في الكومنتات رأيك في ال10 ماتشات اللي أنا هقولهم لك دلوقتي. وكمان أنت بقى تقول لي إيه أكتر 10 ماتشات لنادي الزمالك أنت بتحبهم وليك ذكرى معاهم وشايف إن هم أقوى 10 ماتشات في تاريخ نادي الزمالك. نروح بقى للمركز العاشر والماتش رقم 10 اللي انا اخترته معانا في حلقه النهارده. مبدئيا كده كان ملحمه كرويه، الزمالك عمل ماتش قوي وكبير جدا، بس للاسف كل اللي الزمالك عمله في الماتش دوت ما كانش كافي ان هو يصعده للدور النهائي في البطوله ديت وخرج من البطوله. باختصار كده انا هكلمكم عن قبل نهائي بطوله الكونفدراليه سنه 2015 ما بين الزمالك والنجم الساحلي اللي خلص 3-0 في ليله من اصعب الليالي على جمهور نادي الزمالك. ينتهي ذهاب قبل نهائي بطوله الكونفدراليه في سوسه بنتيجه 5-1 عشان يتوقع الجميع بمختلف انتماءاتهم ان الموضوع قد حسم بنسبه 99%. بدأ ماتش العودة بشكل قوي جدا، لكن في الدقيقة الخامسة بيتم طرد علي جبر بعد خطأ ساذج قوي منه علشان ال1% المتبقي من أمل الصعود دوت كمان بيروح. لكن المفاجأة بقى إن الزمالك بيحرز الهدف الأول في الدقيقة ال11 عن طريق كهربا. خلص الشوط الأول بنتيجة 1-0، وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة 54 قدر الزمالك إنه يسجل الهدف الثاني من ضربة جزاء عن طريق محمود كهربا. حاول الزمالك في آخر 20 دقيقة إنه يحرز هدف الصعود بأي طريقة، وكان قريب جدا من المرمى في أكتر من فرصة، بالذات من باسم مرسي في الدقيقة 91 ومصطفى فتحي في الدقيقة 94 عشان ينتهي اللقاء بشكل مشرف جدا وفوز نادي الزمالك بنتيجة 3-0 بعد ما لعب حوالي 85 دقيقة ب10 لعيبة بس. وصلنا للمركز التاسع، والماتش اللي انا اخترته دلوقتي وهتكلم عنه كان لسه بيتلعب من قريب جدا، كان السنة اللي فاتت، بس كان ماتش قوي جدا وبرضه علامة من علامات نادي الزمالك، لأنه باختصار هو تاني مرة الزمالك يقدر إنه ياخد بطولة الكونفدرالية ويفرح جمهوره بيها، وهو نهائي بطولة الكونفدرالية سنة 2024 ما بين الزمالك ونهضة بركان. ماتش الذهاب في المغرب خلص بفوز نهضة بركان بنتيجة 2-1. جون سيف الجزيري اللي الزمالك أحرزه هناك كان ليه دور كبير جدا في تتويج الزمالك بالبطولة. اما بقى ماتش العوده في القاهره فبدا سخن جدا، وفي اول 5 دقايق الزمالك ضيع كم كبير جدا من الفرص اختارها رأسيه ابراهيم انداي، ويستمر الضغط الزملكاوي علشان في الدقيقه 21 بيسجل احمد حمدي الهدف الاول وهدف البطوله للزمالك. حاول نهضة البركان انه يدرك التعادل سريعا ولكن بدون اي فرص خطيره، وفي الدقيقه 38 حصل حاجه للاسف سيئه جدا وهي اصابه اللاعب احمد حمدي بالرباط الصليبي، وخلص الشوط الاولاني بنتيجه 1-0. بدأ الشوط الثاني بنفس البداية اللي بدأ بيها الشوط الأولاني، والزمالك ضيع أكتر من فرصة وكمان قدر إن هو يحافظ على نظافة شباكه علشان تنتهي المباراة بفوز نادي الزمالك 1-0 وفوزه بالتاني بطولة الكونفدرالية في تاريخه. وصلنا للمركز الثامن، وهنتكلم دلوقتي عن ماتش قمة في المتعة من أحلى الماتشات اللي الزمالك لعبها في تاريخه، وهو السوبر الأفريقي ما بين الزمالك والوداد المغربي سنة 2003. الزمالك لعب السوبر بعد حصوله على دوري أبطال أفريقيا وفوزه على الرجاء المغربي. اما بقى الوداد فلعب السوبر بعد فوزه على اشانتي كوتوكو في نهائي بطوله كاس الكؤوس الافريقيه. تشكيل الزمالك في الماتش دوت كان عباره عن عبد الواحد السيد في حراسه المرمى، وقدامه وائل الاباني، بشير التبعي، ومدحت عبد الهادي. على اليمين احمد صالح، وعلى الشمال طارق السيد. نص الملعب كان عباره عن تامر عبد الحميد ومحمد عبد الواحد، قدامهم حازم امام وجمال حمزه وعبد الحليم علي. الماتش كان قوي جدا من البداية، لكن المفاجأة بقى ان الوداد كان خطر جدا وضيع 3 أهداف محققة في اول ربع ساعة علشان يرد محمد عبد الواحد بتسديدة صاروخية في الدقيقة 27 وتصبح النتيجة 1-0 لنادي الزمالك. بعد الهدف الزمالك كان احسن بكتير وضيع فرص كتير جدا، لكن برضه ما قدرش انه يسجل اهداف تاني، وخلص الشوط الاولاني بنتيجة 1-0. في الدقيقة 61 كرة عرضية من عبد الحليم علي علشان يسجل حازم إمام هدف من أجمل أهداف الزمالك عبر تاريخه. بعدها ب3 دقايق بس بيسجل عبد الحليم علي هدف قتل المباراة، وفي الدقيقة 78 بيسجل الوداد الهدف الوحيد ليه علشان ينتهي السوبر الأفريقي بفوز الزمالك على الوداد 3-1. وصلنا بقى للمركز السابع، والماتش اللي هتكلم عنه دلوقتي للاسف في ناس كتير جدا بتنساه وبتنسى البطوله دي كلها، مع ان البطوله دي والماتش ده كان مهمين جدا في تاريخ نادي الزمالك. الماتش دوت هو نهائي بطوله كاس الكؤوس الافريقيه ما بين الزمالك وكانون ياوندي سنه 2000. الزمالك بيلعب نهائي كاس الكؤوس الافريقيه علشان ياخدها لاول مره في تاريخه. الذهاب كان في القاهره، والزمالك بدا بالتشكيل الاتي: عبد الواحد السيد في حراسه المرمى، قدامه هيثم فاروق وبشير التبعي وحسام عبد المنعم، احمد صالح وطارق السيد، قدامهم محمد كمونه وطارق السعيد وخالد الغندور، وفي الهجوم عبد الحميد بسيوني وعبد اللطيف الدوماني.
المفاجأة بقى ان كانو نياوندي بيسجل الهدف الاولاني في الدقيقة الثامنة من تسديدة من بره منطقة الجزاء علشان الموضوع يتصعب جدا على نادي الزمالك. والمفاجأة الاكبر ان في ظل ما الزمالك بيحاول انه يحرز هدف التعادل، ضيع كانو نياوندي اكتر من فرصة وبنفس الطريقة اللي الجون جه بيها. في الدقيقة 26 بيتعادل الزمالك برأسية من حسام عبد المنعم، وبعديها بدقيقة واحدة الزمالك بياخد ضربة جزاء وبيسجلها طارق السعيد علشان تصبح النتيجة 2-1 لنادي الزمالك. وفي اخر الشوط الاولاني ضيع كانو نياوندي فرصة خطيرة جدا عشان ينتهي الشوط الاولاني بنتيجه 2-1 لصالح نادي الزمالك. مع بدايه الشوط الثاني ضيع الزمالك اكتر من فرصه، وبعد مرور 6 دقائق بس من الشوط الثاني بيسجل عبد الحميد بسيوني الهدف الثالث للزمالك. الزمالك بعد الجون الثالث ضيع فرص كتير جدا وخطر جدا، وفي الدقيقه 77 بيسجل عبد اللطيف الدوماني الهدف الرابع لنادي الزمالك. ماتش العوده في الكاميرون خلص بنتيجه 2-0، لكن الزمالك قدر انه ياخد البطوله بفارق الاهداف في الماتشين. بالمناسبه هي دي البطوله اللي بسببها الزمالك وصل كاس العالم للانديه، لكن تم الغاء بطوله كاس العالم ساعتها. وصلنا للمركز السادس. الماتش اللي اخترته في المركز السادس ده برده ماتش حلو قوي، من احلى الماتشات اللي الزمالك لعبها في الفتره الاخيره، وهو ماتش الزمالك والترجي التونسي في السوبر الافريقي سنه 2020، وفوز نادي الزمالك بنتيجه 3-1. بعد فوز الزمالك على نهضة بركان المغربي في بطوله الكونفدراليه، وفوز الترجي بدوري ابطال افريقيا بعد انسحاب الوداد المغربي، التقوا الفريقين في قطر في السوبر الافريقي. تشكيل الزمالك كان عباره عن ابو جبل في حراسه المرمى، قدامه الونش ومحمود علاء، في اليمين حازم امام، وفي الشمال عبد الشافي. نص الملعب كان طارق حامد والفرجاني ساسي، وقدامهم اوباما وزيزو بن شرقي، وفي الهجوم مصطفى محمد. الماتش بدأ سخن من اول دقيقه، والزمالك قدر يسجل بعد دقيقه ونص بس عن طريق اوباما. بعد الهدف الفريقين حاولوا يضيعوا فرص كتير جدا، وكان اخطر لاعب في الزمالك هو مصطفى محمد اللي ضيع لوحده حوالي 3 فرص. الموضوع انعكس تماما في بدايه الشوط الثاني لما قدر الترجي انه يسجل هدف التعادل في الدقيقه 58 من ضربه جزاء، لكن الزمالك قدر بشكل سريع جدا انه يسجل الهدف الثاني عن طريق اشرف بن شرقي، واستمرت الاثاره لحد الدقيقه 95 لما بن شرقي سجل الهدف الثالث علشان يفوز الزمالك بالسوبر الافريقي بنتيجه 3-1 على الترجي التونسي. وصلنا المركز الخامس، والماتش اللي اخترته بقى في المركز الخامس دوت انا شايف ان هو من اهم ماتشات نادي الزمالك برضو عبر تاريخه، لانه باختصار هو اللي رجع الزمالك مره ثانيه للبطولات الافريقيه بعد غياب كبير جدا، وهو ماتش الزمالك ونهضة بركان في نهائي بطوله الكونفدراليه سنه 2019. الزمالك وصل النهائي بعد ما كسب النجم الساحلي في مصر بنتيجه 1-0 بجون كهربا، وتعادل في تونس بنتيجه 0-0. اما نهضة بركان فوصل النهائي بعد ما خسر من الصفاقسي التونسي 2-0 في تونس، وقدر ان يكسبه 3-0 في المغرب. ماتش النهائي بقى الذهاب في المغرب خلص بفوز النهضة بهدف واحد بس في الوقت القاتل في الدقيقة 93، والمناسبة كان ماتش حماسي وقوي جدا وبالذات من الفريق المغربي. اما بقى ماتش العودة في استاد برج العرب فالزمالك بدأ الماتش بتشكيل هجومي جدا، بدأ بجنش في حراسة المرمى، قدامه الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة. نص الملعب كان طارق حامد، وقدامه 4 لعيبه مهاجمين وهم محمد ابراهيم واوباما وكهربا وابراهيم حسن، وفي الهجوم حميد احداد. بدأ الزمالك الماتش بشكل هجومي جدا علشان يعوض الهدف اللي دخل فيه في المغرب، وفعلا الزمالك كان يقدر يسجل الهدف الاولاني في الدقيقه السادسه بعد ما ضيع اوباما انفراد صريح. استمر الشوط الاول بالشكل السريع والقوي دوت، وكل فريق بيحاول انه يحرز هدف، لكن ده ما حصلش علشان ينتهي الشوط الاولاني بالتعادل السلبي 0-0. الشوط الثاني بقى وفي الدقيقه 53 قدر الزمالك انه ياخد ضربه جزاء علشان يسددها بنجاح محمود علاء، وتصبح النتيجه 1-0 للزمالك. وبالمناسبه دي نفس نتيجه ماتش الذهاب في المغرب. بعد جون الزمالك الماتش هدي جدا وما كانش فيه فرص حقيقيه باستثناء رأسية كهربا في الدقيقه 74 وشوط زيزو اللي نزل بديل في الشوط الثاني في الدقيقه 79 عشان تنتهي المباراه بنتيجه 1-0 ونروح مباشره لضربات الجزاء. وبعد اثاره كبيره جدا قدر الزمالك انه يكسب بضربات الجزاء اول بطوله كونفدراليه ليه في تاريخه. وصلنا بقى للمركز الرابع، والماتش اللي انا هتكلم عنه دلوقتي برضو كنت اتكلمت عنه قبل كده في حلقه اقوى ماتش ديربي ما بين الاهلي والزمالك، واختصار انا شايف الماتش دوت من اهم الماتشات ومن اهم العلامات في تاريخ نادي الزمالك، وهو ماتش الاهلي والزمالك في السوبر الافريقي سنه 1994. في سابقه تحدث لاول مره في تاريخ الكره المصريه بيلعب الزمالك والاهلي مباشره على بطوله قاريه. الزمالك بطل دوري ابطال افريقيا بعد فوزه على اشانتي كوتوكو، والاهلي بطل كاس الكؤوس الافريقيه بعد فوزه على افريكا سبورتس. تشكيل الزمالك في الماتش دوت كان عباره عن حسين السيد في حراسه المرمى، قدامه هشام يكن وسامي الشيشيني وطلعت منصور وحسين عبد اللطيف واسماعيل يوسف وعفت نصار وخالد الغندور واشرف يوسف، وفي الهجوم كان ايمن منصور وإيمانويل اومونيكي.
الشوط الاولاني فنيا كان ضعيف وبطيء جدا، وكل فريق بيحاول انه يخطف اي جون من اي شوطه. وكمان زي ما قلت على الماتش ده قبل كده، بالنسبه لي دوت اعنف واخشن ماتش في تاريخ الاهلي والزمالك. كان فيه كميه فاولات واصابات كتير جدا، وفعلا في اول 10 دقائق اتصاب حسين عبد اللطيف ونزل مكانه عصام مرعي. في الشوط الثاني بقى الحماس والعنف زادوا بشكل كبير جدا، واخد محمد يوسف لاعب الاهلي كارت احمر، وبرضه قعد الفريقين يحاولوا ان هم يخطفوا اي جون من اي شوطه. وفعلا في الدقيقه 86 قدر الزمالك بصاروخيه ايمن منصور انه يخطف بطوله من اهم بطولاته عبر التاريخ. وصلنا بقى المركز الثالث، وانا كنت محتار جدا احط مين مركز رابع ومين مركز ثالث، وكنت محتار جدا ما بين الماتشين دول، واستقريت في الاخر ان انا احط في المركز الرابع السوبر الافريقي سنه 1994، واحط في المركز الثالث السوبر الافريقي ما بين الاهلي والزمالك سنه 2024. بعد 20 سنة من السوبر الوحيد اللي جمع الزمالك والأهلي، جمع ما بينهم سوبر جديد سنة 2024. الزمالك بطل الكونفدرالية والأهلي بطل دوري الأبطال. الشوط الأولاني كان سريع وقوي جدا، وكل فريق بيحاول برضه إنه يخطف جول من بدري، بس الهجمات ما كانتش خطر قوي لحد الدقيقة 33. قدر أكرم توفيق بعد ما توغل في دفاع نادي الزمالك إنه ياخد ضربة جزاء ويسجلها بنجاح وسام أبو علي، ويخلص الشوط الأولاني بتقدم الأهلي 1-0. وفي عز ما كان كله متوقع ان السوبر المره دي اهلاوي، وفي الدقيقه 77 وقبل نهايه الماتش ب 13 دقيقه بس، قدر ناصر منسي بعد نزوله بثواني انه يعدل النتيجه وتصبح النتيجه 1-1. خلص اللقاء وراحوا الفريقين لضربات الجزاء، ما ضيعش الزمالك ولا كوره، في حين ان ضيع من الاهلي يحيى عطيه الله ووسام ابو علي، علشان يقدر الزمالك انه يفوز بالسوبر الافريقي الثاني على النادي الاهلي، والسوبر الافريقي الخامس ليه في تاريخه. وصلنا للمركز الثاني، وبصراحه الماتشين اللي جايين دول انا كنت محتار ما بينهم جدا، مش عارف اخلي مين المركز الثاني ومين يبقى هو التوب 1 معانا النهارده. ماتشين قويين جدا ومن اهم واقوى ماتشات الزمالك عبر تاريخه. ففي الاخر استقريت ان يكون المركز الثاني معانا النهارده هو الزمالك والرجاء المغربي في نهائي دوري ابطال افريقيا سنه 2002. خلينا كالعاده نفتكر الزمالك وصل النهائي ازاي. الزمالك وصل النهائي بعد ما صعد على حساب مازيمبي الكونغولي وتعادل في الكونغو 1-1 بجون عبد الحليم علي، وقدر انه يكسبه في القاهره 2-0 بهدفين للعميد حسام حسن. اما بقى الرجاء المغربي فخسر من اسك الايفواري 2-0 في ابيجان، بس قدر ان هو يكسبه في المغرب بنتيجه 4-0. اما بقى ماتش الذهاب، فماتش الذهاب في المغرب الزمالك عمل ماتش تكتيكي ودفاعي قوي جدا، رغم محاولات فريق الرجاء انه يسجل اي هدف في ارضه، لكن ما قدرش يعمل كده بسبب صلابه وقوه دفاع الزمالك في الماتش دوت. ماتش العوده في القاهره الزمالك بدا المباراه بتشكيل مكون من عبد الواحد السيد في حراسه المرمى، قدامه وائل الاباني وبشير التبعي ومدحت عبد الهادي، على اليمين ابراهيم حسن، وعلى الشمال طارق السيد. نص الملعب كان عباره عن تامر عبد الحميد ومحمد ابو العلا، قدامهم حازم امام، وفي الهجوم كل من حسام حسن ووليد صلاح عبد اللطيف. الفريق المغربي نزل المباراه زي ما الزمالك عمل في المغرب بالظبط، واقف مأمن دفاعه بشكل قوي جدا، وده خلى الزمالك يعتمد اكتر على الشوط من بعيد، وشفنا اكتر من تسديده، زي تسديده من حازم امام وتسديده من بشير التبعي ووليد صلاح عبد اللطيف وحسام حسن، بس كلهم كانوا جنب المرمى لحد الدقيقه الثانيه من الوقت بدل الضايع من الشوط الاولاني. تامر عبد الحميد كان ليه رأي تاني خالص. في بداية الشوط الثاني الرجاء المغربي ادى حسام حسن فرصة العمر وفرصة قتل المباراة، لكنه ضيعها. حاول الرجاء بقى انه يهاجم علشان يتعادل، التعادل اللي يخليه ياخد البطولة، وفعلا قدر انه يسجل هدف، لكن كان من لمسة يد واضحة جدا. الزمالك الشوط الثاني كان مسيطر بشكل كبير جدا لكن دون احراز اي اهداف، والماتش في اخر 20 دقيقة بقى سريع ومفتوح جدا. قدر الزمالك انه يحافظ على نظافة شباكه وعلى هدف البطولة اللي احرزه تامر عبد الحميد علشان ياخد البطولة الافريقية الخامسة في تاريخه. وصلنا بقى للتوب 1، والماتش اللي انا اخترته في المركز الاولاني النهارده بصراحه شايف ان هو من اهم الماتشات ومن اهم الايام في تاريخ نادي الزمالك، ورايي انا الشخصي ان الماتش دوت هو الاقوى واكتر علامه في تاريخ كل جمهور نادي الزمالك، لان باختصار الماتش اللي انا هتكلم عنه دلوقتي دوت هو يتعمل فيلم، يتعمل حدوته من كتر ما هو كان مثير. كل الجماهير المصريه فضلت لاخر ثانيه متعلقه ومش عارفه بطوله الدوري ديت رايحه لمين. باختصار الماتش اللي انا اخترته في المركز الاولاني ما بين الزمالك والاسماعيلي في الماتش الاخير في موسم 2002-2003 في الدوري المعروف بدوري سيد عبد النعيم.
خليني احكي لكم الحدوته من بدري شويه. احنا مبدئيا دلوقتي في الاسبوع ال21 من الدوري المصري، وفاضل 5 جولات بس على نهايه الموسم. الاهلي الاول ب 57 نقطه، والزمالك الثاني ب 52 نقطه، الفرق ما بينهم 5 نقاط. الزمالك بيقدر انه يكسب الاهلي بنتيجه 3-1 علشان يقلص فارق النقاط الى نقطتين بس، وفاضل 4 ماتشات على نهايه الموسم. الاهلي بيكسب الترسانة بنتيجة 1-0، وبيكسب اسوان بنتيجة 5-0، وبيكسب بلدية المحلة بنتيجة 1-0. اما الزمالك الناحية التانية فبرضه قدر انه يكسب المقاولين وغزل المحلة بنتيجة 3-0 و3-0، وكمان بيكسب جولدي بنتيجة 4-2. وبكده يبقى الوضع كالآتي: الأهلي أول الدوري ب 66 نقطة، والزمالك تاني الدوري ب 64 نقطة. متبقي آخر جولة في الموسم ما بين الأهلي وإنبي، والناحية التانية وفي نفس التوقيت مباراة الزمالك والإسماعيلي. الزمالك داخل اللقاء على أمل ضعيف جدا، وهو إنه يكسب الإسماعيلي، وإنبي بس يقدر إنه يتعادل مع الأهلي علشان يتعادلوا في النقاط، وفي الحاله ديت يلعبوا ماتش فاصل. بدأ الزمالك المباراه بالتشكيل دوت: في حراسه المرمى عبد الواحد السيد، قدامه وائل أباني وبشير التبعي ومحمد صديق، على اليمين احمد صالح، وعلى الشمال طارق السعيد. نص الملعب كان عباره عن تامر عبد الحميد وحسام عبد المنعم، قدامهم جمال حمزه وحسام حسن وعبد الحليم علي. الماتش بدأ هادي جدا، والزمالك بيحاول من بعيد كده انه يحرز اي هدف، وفي عز ما الزمالك مهاجم الاسماعيلي بيضيع جون اول محقق من عرضيه اسلام الشاطر ورأسيه سيد معوض اللي جت في العارضه. الزمالك عامل نص ساعه ضعيفه جدا، مفيش اي هجمات حقيقيه على مرمى نادي الاسماعيلي، علشان تيجي الاخبار الساره من استاد المقاولين العرب بان انبي احرز الهدف الاولاني في النادي الاهلي في الدقيقه 31، علشان الموضوع والماتش يتحول تماما، ويهاجم الزمالك بكل قوه عنده ويضيع فرص كتير جدا. وطارق السعيد ضيع فرصه الشوط الاولاني، فرصه محققه 100%، علشان ينتهي الشوط الاولاني بالتعادل السلبي 0-0. بدا الزمالك الشوط الثاني زي ما خلص الشوط الاولاني بالظبط، عامل هجوم قوي جدا لحد الدقيقه 53، وقدر حسام عبد المنعم انه يسجل الهدف الاولاني للزمالك من ضربه ركنيه ورأسيه. بينزل حازم امام في الشوط الثاني علشان يعمل اسيست الهدف الثاني لحسام حسن، لكن ضيعها بطريقه غريبه جدا. اخر تلت ساعه في المباراه الزمالك حاول انه يامن على الهدف اللي احرزه، لكن الناحيه الثانيه في استاد المقاولين العرب كان في ملحمه دفاعيه حقيقيه من نادي انبي قدام هجوم وفرص النادي الاهلي اللي كانت غير طبيعيه. خلص ماتش الزمالك بهدف حسام عبد المنعم، وبعديها بدقايق بيخلص ماتش انبي والاهلي بهدف سيد عبد النعيم، علشان يفوز الزمالك باغلى واحلى بطوله دوري في تاريخه، واكتر دوري مثير وحماسي في تاريخ الكره المصريه. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده لاقوى 10 ماتشات في تاريخ نادي الزمالك. اهم حاجه بقى ما تنساش تعمل لي لايك وشير وسبسكرايب، وتكتب لي في الكومنتات ايه رايك في ال10 ماتشات اللي انا اخترتهم. بالاضافه انت بقى قول لي ايه اكتر 10 ماتشات مهمين في تاريخ نادي الزمالك. اتمنى ان شاء الله تكون حلقه النهارده نالت اعجابكم، وباذن الله نتقابل قريب على خير. سلام عليكم.